بصوا على الفيديو ده كده. انا لا بتاع بروتين ولا بتاع كرياتين ولا بروح جيمات ولا ليا في المكملات، بس وقعت قدامي صفقة بروتين وهبيعها لاخواتي ب 250 جنيه. فيها معلم، في انت بتبيع كل حاجه في المحل بتاعك ده. هو ايه مغاره علي بابا؟ ساعات بتبيع البامب ب 150 جنيه، وساعات بتبيع شرابات، وبتبيع فساتين الفرح، وبتبيع بدل الفرح. لا ده انت دخلت على البصل وبتبيعه ب 3 جنيه، ودلوقتي جاي تبيع كيلو الواي بروتين ب 250 جنيه. كده الراجل ده كريم جدا. بصراحه يا شاذلي انا نفسي اشوف لك فيديو اقوله انا يا اخواتي ماليش في الذهب، بس وقع قدامي 3 طن ذهب كده والجرام عامل 200 جنيه بدل 3200 عشانكم يا اخواتي. يا حلاوتك يا حلاوتك، انا كنت بدور على واحد زيك من زمان. بس خلينا نتكلم بجد، هل فعلا في واي بروتين ممكن يوصل الكيلو بتاعه ب 250 جنيه؟ هل ده يعقل؟ عشان بس تكون معايا في الصوره، كيلو الواي الخام اللي هو لسه ما تضافش عليه الاضافات ولا الفليفر ولا حتى اتحط في علب ولا حتى في اي حاجه ولا بيج ولا اي حاجه، اللي بيتباع في الكاس ده عامل 600 700 جنيه دلوقتي. فازاي حاجه فيها كل الحاجات دي، الباكجينج بالطعم بالعلبه بالشاذلي نفسه ب 250 جنيه؟ اكيد في حاجه غلط. ومن هنا يجي السؤال، هل يا انفورم اللي جوه العلبه ده فعلا واي بروتين، ولو خدته عضلاتي هتكبر او هستفاد بيه، ولا هاخده من هنا واروح المستشفى تاني يوم؟ بس خليني اقول لك الحقيقه في الفيديو ده باختصار المفيد كده. اللي عايز اقوله لك ان في الحالات دي بيبقى في سيناريوهين مفيش تالت ليهم. اسمع معايا واعقل الكلام في دماغك وفكر فيه كويس. اول سيناريو هو ضرب الحاجه. للاسف في شركات دلوقتي بتضرب الحاجه بتاعتها، بتقول ان اللي جوه ده واي وهو مش واي. والدليل على كلامي الكامبين الكبيره اللي اتعملت 2023 من كابتن اسر بتاع دايت اند شيت. الراجل ده فيديوهاته طلعت ترند كده بسبب الغش اللي هو اكتشفه في كميه حاجات كنا بنستعملها في يومنا، زي البروتين بارز وزي الواي بروتين اللي من شركات معينه. جه يحللها ما لقاش فيها القيم الغذائيه اللي مكتوب عليها خالص. هنا المصانع والشركات بتتبع نظريه سندوتش الكبده. نظريه سندوتش الكبده ببساطه شديده هي ان الكبده كل ما تغلى السندوتش بيفضل هو ب 2 جنيه وب 5 جنيه. طب ازاي بقى؟ لان هو بيزود فيه الحشو والحاجات اللي ما غليتش فيثبت لك قيمته. غير كده ان هو بيقلل لك الكبده جدا، غير كده ان محدش عارف اصلا هي كبده ولا. امسك في النظريه دي طبقها على الواي بروتين. في بعض الشركات للاسف ما عندهمش الضمير الكافي ان هم يبقوا عندهم المسؤوليه ان هم يصنعوا حاجه شبه كده، فيبدا يخلط الواي بروتين اللي هو جايبه الكيلو اللي المفروض اول حاجه يخزنها فتبقى كيلو برضو، لا هو بيخلط الكيلو على مثلا 8 9 10 كيلو من كارب باودر مثلا، او مثلا المالتو ديكسترين او السويت واي، حاجه كده ملمسها وريحتها شبه الواي، وهي خلاص الدنيا ماشيه. يعني مش لازم ندقق، يعني مش انا كاتب لك 25 جرام بروتين وهو في اصلا 2 جرام بروتين وتدقق، يعني دول كلهم 23 جرام. يعني للاسف الشركات دي بتكسب مكاسب مهوله، ان الواي فعلا اللي بيحطوه في العلبه ده واقف عليهم في الاخر ب 100 120 جنيه، فلما يبيعوا ب 250 جنيه و300 جنيه هيكسب ذهب. في شركات بتغش الواي ده اكيد، بس لازم نقف برضو هنا، هل الشركه اللي هو الشاذلي بيبيع لها المنتج بتاعه بتغش الواي ولا لا؟ انا عندي مبدا في الحياه، طول ما انا ما عنديش دليل ملموس، ما عنديش تحليل قدامي، ما اقدرش اقول عن الشركه دي نصابه ولا الشركه دي شريفه ولا اي حاجه. فلحد وقتنا هذا، لحد ما انا بسجل الفيديو دلوقتي ده، الشركه اللي بيبيع لها الشاذلي مفيش اي دليل ان الناس دي بتغش او الناس دي صادقه. بس انا ما ينفعش اطلع اقول لك ان هم منصبين، ليه؟ لان انا كده برمي الناس بالزور. فكده احنا مستنيين مين؟ كابتن اسر بقى بحلقه جديده في تحليل جديد في دايت اند شيت على الموضوع ده. طيب يا انفورما، برضو احنا مش فاهمين حاجه، ازاي حتى لو الراجل بتاع الشركه ده بيحط واي بروتين ممكن يبيع حاجه شبه كده تكلفتها عليه 600 700 جنيه بيبيعها ب 250 جنيه؟ اقول لك، وهنا نيجي للسيناريو الثاني، سيناريو التسويق البحت. لازم تفهم ان احنا دلوقتي في عصر التسويق فعلا. هي السوشيال ميديا يعني تسويق، وتسويق يعني سوشيال ميديا. انت لما تيجي تعمل دعايه للمنتج بتاعك محتاج تعمل حاجه اسمها الماركت سيجمنتيشن. يعني ايه؟ بتيجي تحط الماركت بتاعك كده وتبدا تشرحه على اساس القدره الشرائيه لكل شريحه. يعني في شريحه A، شريحه B، شريحه C. التيشيرت اللي انا لابسه ده في مثلا منه ب 2000 جنيه للشريحه A، في مثلا منه ب 700 800 جنيه للشريحه B، في مثلا منه 100 و150 جنيه للشريحه C. ومن هنا تيجي حته التشريح. ملك الماركتنج في الحته بتاعت السي دي اللي هي الشريحه اللي هي اقل في القدره الشرائيه هو الشاذلي دون نقاش. يعني الراجل بيعمل اقل فيديو كامبين ليه ب 3 4 مليون على التيك توك. انت ساعتها برضو بتبقى بتسال نفسك في الحمله الدعائيه بتاعتك دي، انت محتاج ايه من الحمله الدعائيه؟ هل انت محتاج سيلز ولا انت عايز ريتش ومشاهدات واويرنس؟ اويرنس دي اللي هي الدرايه، ان الناس تبقى عارفاك،
اي حد رايح الجيم بقى عارف دلوقتي اسم الشركه اللي بيعلن عنها الشاذلي عشان الفيديو ضرب. فالشركه دي قالت بس انا هعمل حاجه سهله جدا، انا عايزه ريتش اويرنس مش عايزه سيلز خالص. العلبه بتاعتي ببيعها ب 650 جنيه، انا هديها للشاذلي يبيعها ب 250 جنيه وهخسر فيها 400 جنيه ومش هديله كتير، هديله 100 علبه، ف 400 في 100 يعملوا لنا 40000 جنيه. يعني الراجل ده خصم من البروفيت مارجن كمان، مش من الاكسبنسز، يعني مش من المدفوعات، لا من البروفيت مارجن ده اللي هو الهامش الربح بتاعه 40000 جنيه في الكامبين دي، عشان الكامبين بتاعته دي تضرب وتخلي الناس تعرف كلها البرودكت بتاعه بيتكلم عن ايه. فهي بتبقى نظريه تسويق اكتر منها ان هو فعلا الواي ده ب 250 جنيه. معنى كده يا انفورما انه لحد دلوقتي ما اثبتش ان هو بايظ ولا مش بايظ. اروح الحق لي كام علبه عشان لما التحاليل تطلع كده يكون قدامي العلب دي واتاجر فيها، اشربها، اعمل عضلات، اعمل اللي انا عايزه بقى. اللي عايز اقوله لك اهدى، زي ما بقول لك ان هم كلهم على بعض 50 100 علبه، فانت لو رحت للراجل ده دلوقتي عشان تقول له علبتين 3 ولا حتى واحده هيقول لك خلص، وده كان العرض والعرض خلص من الصبح. وهو ده الفكره في التسويق اللي انا بقول لك بالطريقه بتاعه العروض. زي مثلا اشتري من عندي بيتزا اديك بيتزا هديه. يعني انت لو رحت دلوقتي وعلى اللي انت عايزه، لو رحت دلوقتي رحت للمحل قلت له انا عايز واي بروتين، اقول لك مفيش يا باشا خلاص العرض خلص، ده العلب كلها خلصت من اول 5 دقايق. بص الناس طابور ازاي عليهم. في حد يرمي علبه الواي كده يا جدع يا جدع. بس يا شباب خلينا نقول ان واي بروتين بتاع الشاذلي ده هي حيله ذكيه للتسويق عملتها الشركه عشان تبدا تبقى ترند، الناس كلها تجيب سيرتها. هل في واي ولا في نشاره خشب ولا في كارب باودر ولا في دقيق؟ ده كله هنعرفه من التحليل. فمستنينك يا استاذ تايتان شيت تدينا التحليل كده ونفهم الدنيا فيها ايه. اللي انا عايز اقوله لك ان لا تنساق وراء الحملات التسويقيه، لان في الاول والاخر لو رحت دلوقتي، لو رحت امبارح، لو رحت اول امبارح، هيتقال لك ان مفيش واي بالثمن ده لانه خلص، لان هم 100 علبه بس عاملين عليها العرض. وده مش تقليلا من الشركه ولا تقليلا من الشاذلي، الاثنين. الشاذلي راجل ملك الماركتنج في الحته بتاعت السي دي 10 على 10، بيعرف ازاي يجر رجل الزبون عشان يوصله ليه. بس كده. هفكركم ان النهارده اول يوم في السنه، ففي عرض 30% على الباقات بتاعت الاونلاين كوتشنج معايا. انت عايز تشترك مش عايز تشترك، كل اللي عليك تعمله ان انت تدوس على اللينك في اول كومنت، تبص على الديسكربشن بتاع كل باقه منهم. والله عجبك الموضوع خش سجل، خلال 24 ساعه هنتواصل معاك نشرح لك كل حاجه عشان نبدا رحله الفورمه مع انفورم. في 30% خصم على اي باقه 3 شهور اهو. نبدا السنه يا باشا باحلى فورمه ان شاء الله. اكتبوا لي في الكومنتات افكار لفيديوهات طويله، عايزين ننشط حوار الفيديوهات الطويله ده قوي عشان احنا بقالنا 3 شهور ما بندخلش في الفيديوهات الطويله وبنقضينها شورتس وريلز. اكتب لي هكون شاكر جدا، واحسن فكره هتتقال همنشن صاحبها في الفيديو لو عمل. ما تنساش السبسكرايب، ما تنساش اللايك، ما تنساش الشير. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من اللي حواليكم. سلام. سبايدر 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 وعملنا سبايدر مان.